السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا من الفيديو اللي فات. النهارده هنعمل مع بعض عرض حلو قوي. هنعمل كام عرض كده يشغل معانا الجروبات لو نايمة. اليومين دول الشغل مريح خالص بسبب امتحانات الثانوية العامة. ربنا معاهم يا رب. هقولك تعملي ايه لو الجروب معاكي يريح من الشغل ومفيش شغل. العروض دي حلوة قوي بتصحصح معانا الجروبات كده وبتخليها تشتغل تاني. معايا كده للعرض بتاعي دول 350 جرام من الدقيق الاسبونج، عليهم 3 حبات من البيض، عليهم معلقة صغيرة فانيليا، معلقة صغيرة محسن جل، ربع كوباية من المية. وبضربهم كويس قوي كده بالمضرب لحد ما القوام بتاعهم ما يزيد ويرتفع كده. وباخدهم بقى معايا على صاج. انا عندي صاج مقاس 30 في 50. ده انا بحط له المقدار ده. وعندي صاج تاني مقاس 25 في 35، ده انا بعمله 250 جرام من الدقيق بس، او 200 جرام مع 2 حبات بيض. يعني على حسب مساحة الصاج عندك بتقلي الحاجة او بتزوديها. طبعا انا كان عندي كام صاج من السيجون دي، كذا صاج. وعندي سيجون صغيرة وعندي الصواني اللي هي الكبيرة بتاعة الفطير. المهم ان انا عملت كل ده لان انا هطلع كذا عرض مش عرض واحد. تمام. هقولك ازاي تعملي العروض دي. العروض دي علشان تشتغل معاكي. بس الاول هقولك انا جبت طبق قطعت بيه. ده الطبق ده مقاس 18. انا قسته كده بالمسطره مقاس 18 لان انا هطلع في العرض بتاعي تورتايه مقاس 18. وهطلع معاها كوبات وهطلع معاها طواجن. انا هعمل عرضين، يعني عرضين باسعار مختلفه. هقولك على السعر تطلعيه ازاي في الاخر خالص. انا قطعت كده من الصاج بتاعي كده طبقات كده دوائر كده. دي مقاس 18. انا طلعت من الصاج ده تورتيتين. والكسر بتاعهم ده طلعت منه كده كام كوباية كب، يعني اللي هي الكوبات الصغيرة من الكسر اللي طلع ده. تمام كده. هنعمل طبعا. عملت بقى شوكولاتة وعملت فانيليا، عملت كيكات كتير. قبل ما تبدأي في العرض بتاعك قبلها بيومين اعلني على الجروب: انا يا جماعة هعمل عرض وتسليمه مثلا هيبقى يوم كذا. يعني مثلا تعالي مثلا يوم الاربع كده وقولي: يا جماعة انا هعمل عرض بكذا، ونزلي صورة العرض، والتسليم مثلا هيبقى يوم السبت. تمام كده. علشان تلحقي تلمي معاكي حجوزات. هتلمي حجوزات معاكي من قبلها بقى. هتشوفي بقى انت هتعملي كام عرض، هتحتاجي تعملي قد ايه كيك، الكميات المناسبة اللي انت هتحتاجيها، وتحضري حاجتك وكده. اشتغلي الكيك قبلها بيوم. ولو عرفتي تفنش تقفليه كريمة قبلها بيوم وتحطيه في التلاجة تمام اوي. انا اشتغلت الكيك وسبته لتاني يوم. جيت تاني يوم بقى الصبح قفلت الكيك بالكريمة كده زي ما انتوا شايفين. ده كيك الشوكولاتة عملته بكريمة الشوكولاتة، لان هنعمل تورت شوكولاتة وهنعمل تورت نص ونص وهنعمل تورت فانيليا. قفلته كويس قوي كده بالشوكولاته كده، وبقيت اقفل واحط في الفريزر، اقفل واحط في التلاجة. انا عندي طبعا ديب فريزر ادراج زي ما قلت لكم، فبينفعني في موضوع التورت دي وخاصه في الحر اللي احنا فيه ده. لما تيجي تشتغلي اشتغلي الصبح بدري، ما تستنيش لبعد الظهر وتشتغلي وكده يعني اللي هي ايه في عز الحر زي ما بيقولوا. لا، اشتغلي الصبح بدري. حاولي ان انت تخلصي حاجتك قبل الظهر ما يأذن. ولما تيجي تسلمي شغلك للعميل ما تسلميش قبل الظهر او الظهر او في التوقيت ده. لا، سلمي شغلك اخر النهار لما الشمس تغيب خالص والجو كده يبقى كويس. ابدأي في تسليم الشغل. الا اذا بقى لو العميل مثلا مستعجل وعايز يستلم الظهرية وكده، والله ايه، نبهي عليه قبل ما ياخد الحاجة بتاعته. اول ما تاخد الحاجة مني تحطها في التلاجة قبل ما تبدأ تقطعها، علشان الحر على ما يوصل بيته ممكن الحاجة تفك منه كده ويجي يقطعها تتبهدل ويجيب العيب ايه عليكي. لا، انت برضك فهمي بقى ايه، يعني فهمي العملاء بتوعك مثلا اما تيجوا تقطعوا الحاجة لازم تحطوها في التلاجة الاول شوية وبعد كده ابدأوا قطعوا فيها. تمام كده. ده من نجاح الشغل بتاعنا. تاني حاجة اما تيجي تشتغلي اشتغلي بخامات غالية. يعني اشتغلي بخامات حلوة علشان تستحمل معاكي الجو ده، وفي نفس الوقت تطلع معاكي الطعم بتاع الحاجة بتاعتك حلو. والزبون بدل ما ياخد منك مرة يرجع ياخد منك مرة واتنين وتلاتة وايه، ويبقى زبون عندك مستمر. تمام. دي التورتيه دي نص ونص. شايفين انا خدت نص من الكيك الابيض على نص من الكيك الشوكولاته وقفلتها بالكريمه البيضه وكريمه الشوكولاته. والكريمه علشان تعملي الكريمه اعملي كوبايه الكريمه. في الحر اللي احنا فيه ده حط لها كوبايتين ميه متلجه كريمه ريتشي. ما تستخدميش اي انواع كريمات من الكريمات اللي هي الرخيصه، هي كريمه يا ريتشي يا سما، هم دول اللي بيستحملوا الحر. كوبايه من الكريمه البيضه عليها كوبايتين ميه متلجه،
نص كوباية من السكر ومعلقة كبيرة باستري كريم واضربيهم كويس أوي واشتغلي اضربي كوباية كوباية، متضربيش كمية كريمة وتسيبيها مثلا وتقولي هشتغل، لأ هتسيح منك وهتقل وقوامها هيقل وهتستهلكي كريمة كتير. دي الطواجن السودا دي أنا باحط فيها كده كسر الكيك اللي هو الفانيليا، وكبات صغيرة باحطها برضك، ودي هاعملها بكريمة بيضا وهنعملها بالكراميل، والكبات دي هنعملها بقى بصوصات مختلفة. تمام، يعني الطواجن السودا دي أنا عملتها زي نظام كيكة تريليتشا كده. ودي الطواجن بقى اللي هي فيها الكسر الشوكولاتة هنعمل طواجن منها نوتيلا زي ما انتوا شايفين كده. عفوا. طواجن الشوكولاتة هنحط عليها بقى كريسبيات وبسكوت الويفر، هنظبط الطاجن وهنظبط شكل الطاجن. العرض بتاعي علشان يكون شكله حلو ويجذب الزبون لأول ما انزله على الجروب كده، لازم الشكل يكون حلو، لازم الفينش بتاعك يكون حلو. حطي كريسبيات، حطي حاجات، الناس بتحب الايه الحاجات اللي هي الكتيرة دي، من كل حاجة عندك حطي ما تستبخليش. طبعا زي ما قلت لك لازم علشان العرض ده ينجح معاكي تكوني لما كذا عرض علشان تجيبي مكسب حلو منه. دي الكبات الصغيرة دي بقى صوصات مختلفة، صوص مانجا اللي هي الجيلوهات، جيلو مانجا، جيلو فراولة، جيلو شوكولاتة، وبسكوتة كونو كده على الوش، شايفين الشكل بتاعهم حلو ازاي. ودي بقى التورت بقى هزينها كده زي ما انتوا شايفين، دي تورتة الشوكولاتة، طبعا التورت بقى زيناها بأشكال مختلفة. العروض دي لما تنجح معاكي او كده او عايزاها توصل لاكبر عدد ممكن من الناس، لو عندك فيسبوك هتنزليها على الجروبات اللي هي جروبات بقى البلد مثلا اللي انت فيها، بيبقوا عاملين جروبات كده فيها ناس كتير، نزلي في الجروبات دي ونزلي في جروباتك ونزلي في اي جروب يقابلك على الفيس. بتتشهر بسرعة والحاجات دي بتتشاف بسرعة وبيجيلك زبائن كتير. انا كان سبب شهرتي في الشغل كانت البوكسات دي، اول ما بدأت بيها وكان رأس السنة، وجيت عملت بوكس كده، والله ما كنتش حاطه في اعتقادي ان هو هيتباع، انا قلت هعمله كده ان شاء الله اعمله لينا، بس انا هعرض عنه علشان الصورة ما اخدتش بقى صور من حد وكده، لا انا عرضته عندي. عملته وعرضته عندي، قلت اتباع اتباع ما اتباعش احنا هناكله. فبسم الله ما شاء الله، انا عايزه اقول لكم اول ما نزلته على جروب الفيس اللي هو بتاع المنطقه اللي انا فيها، اتاخد على طول، وناس كتيرة بقى قعدت تعلق احنا عايزينه احنا عايزينه، كنت انا بعته. انا متهيألي لو كنت عملت 20 بوكس في التوقيت ده كانوا هيتباعوا بسبب الناس اللي هي كانت عايزة البوكسات دي. خدت منهم حجوزات وعملته واشتغلت وطلعت حجوزات كتير منه، وما شاء الله نجح معايا، وزي ما قلت لكم كان هو سبب شهرتي في الشغل. اللي اخد مني بقى البوكسات دي رجع لي تاني بقى لو عنده مناسبة عيد ميلاد، لو عنده مناسبة خطوبة، بياخد مني بقى التورت، ياخد مني جاتوهات، ايه بقى إيه اشتغلت يعني كان سبب فتحة الرزق عليا كان هو البوكس ده. دي الطواجن كده زي ما انتوا شايفين شكلها كده زي ما انتوا شايفين. ده البوكس ده انا طلعته ب200 جنيه، في 2 طاجن كبار و2 كب صغير والتورته مقاس 18، طلعته في العرض ب200 جنيه. طبعا ده اليومين دول، انا اول ما اشتغلت جديد كنت بطلعه ب150 جنيه، بس الكلام ده كان من سنتين. والبوكس ده انا طلعته ب170، في تورتايه كده مقاس 18 واربع كبات صغيرين، وده ب200 برضو. ودي الشنط اللي بسلم فيها الشغل، وشكل العلبه وشكل الشنطه. اشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو